بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ترتش الكورة. ناس كتير من الجمهور شايفين ان فريق سيراميكا كعبه عالي على النادي المصري. طب تعالوا مع بعض كده نشوف الكلام ده صح ولا غلط. يستعد فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة المدير الفني الدكتور ميمي عبد الرازق لمواجهة فريق سيراميكا في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، وللمقرر إقامتها يوم 22/7 القادم. في دور نصف النهائي نجح النادي المصري في تحقيق الفوز على فريق فيوتشر حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف من خلال ركلات الجزاء. وفريق سيراميكا نجح في الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء. زي ما قلت في اول الفيديو ان ناس كتير من جمهور النادي المصري فاكرين ان فريق سيراميكا كعبه عالي على المصري. طب تعالوا مع بعض نشوف تاريخ مواجهات المصري مع فريق سيراميكا. فريق سيراميكا من ساعة ما صعد للدوري الممتاز في موسم 2020-2021 لعب مع النادي المصري 6 مواجهات. نجح فريق المصري في الفوز في ماتشين، وفريق سيراميكا كسب ماتشين وتعادلوا مرتين. أول مباراة جمعت بينهم كانت بتاريخ 26/2/2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. تاني مباراة كانت بتاريخ 16/6/2021 وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف. تالت مباراة جمعت بينهم يوم 17/2/2022 وانتهت بالتعادل 1-1. تالت مباراة جمعت بينهم كانت يوم 22/7/2022 وانتهت بفوز كبير للنادي المصري ب4 أهداف مقابل لا شيء. أما الموسم السنة دي أول مباراة جمعت بينهم كان يوم 18/10/2022 في الدور الأول، انتهت بفوز سيراميكا ب3 أهداف مقابل لا شيء. وبنفس النتيجة في الدور الثاني يوم 12 فبراير 2023 فريق سيراميكا عاد النتيجة تاني وفاز على فريق المصري ب3 أهداف مقابل لا شيء. ويمكن ده أكتر حاجة جمهور النادي المصري خايف منها، إن المصري السنة دي في ماتش الدور الأول وماتش الدور التاني خسروا بنفس النتيجة من فريق سيراميكا 3-0. لكن لازم نعرف كويس قوي إن الكاس مختلف تماما عن ماتشات الدوري، ولاعيبة النادي المصري عندهم إصرار كبير للفوز بلقب كأس رابطة الأندية المصرية من أجل إسعاد جمهور النادي المصري اللي دايما بيسافر ورا فريقه مسافات طويلة جدا. وجمهور النادي المصري بيتمنى إن الفريق البورسعيدي يحقق لقب. آخر لقب حققه المصري كان من 25 سنة، نفسهم يفرحوا ببطولة، والفريق البورسعيدي قادر على تحقيق هذا اللقب في ظل المعنويات المرتفعة في الفترة الأخيرة للفريق بعد الفوز على فريق فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة وبهدفين مقابل لا شيء في الدوري، والفوز على حرس الحدود. كل التوفيق إن شاء الله للنادي المصري وإسعاد جمهورهم بإذن الله. شكرا لكم للمتابعة، متنساش تدعمنا والاشتراك في القناة.